التقسيم، سنة من التجويع، سنة من الحصار، إلا أن هناك صمود كبير من إخواننا، كذلك المقاومة الباسلة التي ما زالت ليومنا هذا ترتكب في حق الكيان الصهيوني عدد من التقتيل والتدمير. وخير دليل وشهيد على هذا الشريط الذي خرج البارحة، ورأينا كيف أن رجال الله في الأرض يسيرون ولا تحميهم لا أشجار ولا ضوء، ويستهدفون عدد كبير من الآليات في نفس المكان. فهذا التوفيق وهذا الصمود سبيل وكفيل، لأن الصبر في دعم إخواننا بالوقفات برفع الشعارات. المتشائم فينا لم يكن يظن أن تستمر هذه المعركة وهذا الإجرام لهذه الوصول إلى سنة. كنا نظن أنها ستكون بضعة شهور أو أيام وسيستقبل هذا العالم البئيس الظالم ويرفع هذا الظلم، إلا أننا ما زلنا نرى تقصيرا في إخواننا وصمت رهيب من قوى الأنظمة العربية والدولية. فهذه دعوة للجماعات الإخوانية الالتفات حول هذا الشكل والتنديد وإدانة الجرائم المرتكبة في حق إخواننا في غزة ولبنان. الرحمن الرحيم. تأتي هذه الوقفة في سياق الذكرى الأولى انطلاق معركة طوفان الأقصى، هذه المعركة المباركة التي تخلد في تاريخ هذه الأمة الإسلامية، التي من خلالها قام المقاومة بكبح هذا المحتل وكذلك بعملية مباركة تم من خلال قتل عدد كبير من الجنود الكيان الصهيوني واعتقال عدد من الأسرى. كذلك تم في هذه المعركة المباركة إحياء القضية الفلسطينية التي كانت تم نسيانها، وكانت تم هناك واحد مسار ديال تطبيع عدد من الدول العربية والإسلامية. جاءت هذه المعركة لإيقاف هذا المد التطبيعي، وكذلك جاءت من أجل إعادة قضية فلسطينية باعتبارها القضية الأولى لكافة المسلمين. وكذلك ما يعيشه اليوم لا ننسى المسجد الأقصى المبارك الذي يعيش اليوم في مناسبة الأعياد التلمودية التي تقوم بها الطائفة اليهودية والمتطرفين اليهود والصهاينة في الأقصى المبارك، الذي يتم من خلاله تدنيس مسجد الأقصى، وكذلك محاولة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك. فهذه الوقفة تأتي في إطار هذا السياق من أجل إحياء هذه الذكرى المباركة، وكذلك نندد من خلالها بما يقع لإخواننا في غزة ولبنان، وتنديد بالمجازر الإرهابية وتنديد بالإرهاب الصهيوني على كافة الدول العربية. تحية عالية لجماهير تطوانية والجماهير المغربية على العموم من داخل إطار المبادرة المغربية للدعم والنصرة في تطوان. اجتمعنا اليوم هنا لأجل التعبير عن غضبنا عن مرور عام كامل حول المجزرة التي ابتدأت في غزة منذ عدة شهور. وللأسف الشديد ما زلنا منذ عدة شهور نجتمع في نفس المكان وفي عدة أماكن أخرى، ونقوم بمسيرات محلية وأخرى وطنية لأجل أن يستجيب لنا النظام المغربي بقطع علاقته مع الكيان الصهيوني. ولكن للأسف الشديد ما زلنا إلى حد الساعة نستشكل ونستفسر هذا الأمر، هذا التطويل في هذا التطبيع المخزي إلى أي حد. هذا السياسة الآذان الصم التي ينتهجها للأسف النظام المغربي يطرح علينا سؤالا، وهو: هل هناك ديمقراطية فعلية في المغرب؟ إذا كنا منذ عدة شهور، منذ أكثر من 10 أشهر، ونحن نطالب ونجدد ونطالب بإلغاء كل اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تتهمه الحكومات العلمانية بأنه يرتكب إبادة جماعية. إذا كانت هذه الأنظمة تتهمه بأنه يرتكب إبادة جماعية وتحاول أن تقطع العلاقات معه، فلماذا ما زال المغرب إلى حد الساعة مطبعا معه وما زال يستمر في تطبيعه؟ وللأسف
أصبح هذا التطبيع يخترق حتى المنظومة التعليمية هنا بالمغرب، في مقدمتها التطبيع الأكاديمي الذي تمثل مؤخرا في تطبيع جامعة عبد الملك السعدي. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن ينصر إخوتنا في غزة وفي السودان، وفي إخوتنا أيضا في لبنان وفي تركستان الشرقية وفي كل بقاع الأرض. إذن هذه استجابة عادية للجماهير التطوانية اللي هي جماهير مغربية مسلمة، استجابت لنداء الضمير، نداء الضمير بعد سنة كاملة من العدوان الإرهابي الصهيوني الغاشم بتواطؤ دولي أمام كل هذه المجازر وهذه المخالفات وهذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي. وأثبتت أن هذه القوانين وهذه المؤسسات الدولية ما هي إلا مسرحية حاك لتقييد الشعوب العربية ولتقييد الأنظمة كذلك العربية، والحد أو قتل أحلام الشعوب العربية في عيش حياة هنيئة تحدد مصيرها بنفسها. إذن هذا العدوان الذي استمر قلنا سنة كاملة بجميع أنواع الجرائم من قتل وتشريد وإرهاب وحصار، لم تتحرك إلى اليوم هذه المؤسسات ولا الأنظمة، ولا زالت تتفرج. وها هو العدوان الصهيوني يتوسع ليشمل لبنان واليمن والعراق وسوريا، وربما توسع إلى حرب شاملة ندفع ضريبتها جميعا، وليس نحن كمغاربة جزائريون ليبيون تونسيون في المنطقة ببعيدين عن هذا العدوان. ونحن نرى أمامنا أنه ليس هناك ضمانات أمام عدوان هذا الكيان المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من الاتحاد الأوروبي. نتواجد اليوم بالوقفة الاحتجاجية الاستنكارية التي دعت لها المنظمة المغربية للدعم والنصرة استجابة لنداء المقاومة التي أرادت من جعل هذه الجمعة جمعة الغضب والتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بمناسبة اقتراب الذكرى السنوية على اليوم 7 من أكتوبر الذي شهد هزيمة نكراء للكيان الصهيوني، وكذلك تضامنا مع الشعب اللبناني لما يتعرض له من قتل وتدمير واغتيالات، كذلك استنكارا للإبادات الجماعية التي تعرض لها إخواننا في فلسطين، واستنكارا للصمت المطبق من الحكومات العربية والإسلامية على وجه الخصوص. تأتي هذه الوقفة في سياق الذكرى الأولى لانطلاق معركة طوفان الأقصى. هذه الوقفة تأتي كاستمرار للعمل المستمر طوال السنة من الوقفات تضامنا مع إخواننا في غزة، كذلك التنديد بما يرتكبه هذا الكيان الصهيوني الإرهابي المجرم في حق إخواننا في غزة، وكذلك اليوم ما يصيب أهلنا في لبنان. نعلن من خلال هذه الوقفة التضامن الكلي مع أهلنا وإخوتنا في لبنان وفي فلسطين كلها. كذلك نعبر عن رفضنا التطبيع التي قامت به الدولة المغربية. من خلال هذا المنبر ندعو الدولة المغربية للتراجع عن هذا التطبيع الذي لن يستفيد المغرب منه أي شيء إلا أن يكون في صف الخيانة في حق أهلنا في فلسطين وغزة ولبنان. وتحية عالية له.